كنت قاعد في امان الله عمال بحضر للحلقه الجديده وبفكر في الموضوع اللي هتكلم عنه. كنت ناوي من فتره اكلمكم عن الحلم الامريكي. هتشوفوا عنوان عادي صح؟ لا مش صح. الموضوع ده وراه كلام كتير جدا، بس مره واحده كده وإذ فجاه وانا بحضر المعلومات يظهر لنا شويه حاجات في امريكا مش ولا بد خالص، بدايه من مذكرات إبستين والبلاوي اللي احنا شفناها فيها، ثم مشكله الهجره وترحيل المهاجرين، واخيرا وليس اخرا مشاكل ترامب اللي مش بتخلص، وعبثه اللي بيحصل جوه الولايات المتحده وفي العالم كله، واللي خلى ناس كتيره تقلب عليه، منهم البابا ليو بابا الفاتيكان ودول كتيره من اوروبا. ده غير حاله الغليان اللي حاصله دلوقتي في امريكا. والصراحه الحاجات دي كلها كانت دسمه جدا، نقدر نقول فيها كلام من هنا للسنه الجايه. فقلت ليه ما استغلش الفرصه ونشوف الموضوع ده وايه ارتباطه بالحلم الامريكي. وانا عموما بحب استغل الفرص، فيلا بينا نشوف ايه الموضوع. انا محمود جمعة وده برنامج إنسان. ويل للعالم إذا انحرف المتعلمون وتبهيض المثقفون. الحلم الأمريكي مصطلح أكيد سمعته كتير في حياتك، أو حد من السياسيين الأمريكان اتكلم عنه، أو حتى حد من بلدك. ما الكل دلوقتي بيتكلم على الحلم الأمريكي؟ ولا شفت تمثال الحرية اللي بيرمز للمجد الأمريكي العظيم والحلم اللي بيراود الملايين في العالم؟ الحلم الأمريكي مش مجرد مصطلح متداول بين الناس، لا ده رمز بيعبر عن معنى كبير بيلخص هوية الولايات المتحدة الأمريكية، البلد اللي بتعتبر جديدة بالنسبة لدول العالم القديمة والحضارات العريقة والمجتمعات والأعراق الأصلية. أول حد صاغ المصطلح الأمريكي هو الكاتب والمؤرخ جيمس تراسلو أدمز في كتابه الملحمة الأمريكية اللي تم نشره سنة 1931. كان المصطلح بيشير إن أمريكا أو الولايات المتحدة الأمريكية هي أرض الأحلام والأماني لشعوب الكرة الأرضية، بلد كده أشبه باليوتوبيا، هتلاقي فيها كل اللي بتحلم بيه، وهتجيلك الفرصة الكاملة مهما كان عرقك أو نوعك أو ديانتك أو انتمائك أو مهنتك. كان بيعني بالحلم الأمريكي مش بس الثراء والراحة في المعيشة، لا ده كان يقصد كمان العدالة الاجتماعية لكل الأفراد باختلاف هويتهم وأنواعهم وكمان مناصبهم المختلفة. وبما إن بقى هي أرض الأحلام والمكان الجديد اللي ممكن يساعد الناس والعقول كلها، فكانت هي تعتبر الأرض اللي بيقصدها الجميع على مستوى العالم علشان يهاجروا لها ويستقروا فيها ويلاقوا حريتهم الكاملة. بمعنى أصح إن الولايات المتحدة الأمريكية هي مكان اتأسس عشان يجمع الناس كلها ويكون هو الملاذ الآمن ليهم ومكان استقرارهم. في كتاب الألمان في أمريكا للكاتب ماكس هاينريسي اللي اتكلم عن فكرة هجرة الألمان والأوروبيين لأمريكا في القرن ال19، كان بيلمح للموضوع اللي بنقول عليه ده. خلينا نقرأ فيه بعض السطور المهمة كده. بيقول في الكتاب: المهاجر الألماني يأتي إلى بلاد لا يوجد فيها استبداد ولا منظمات فوق القانون ولا احتكارات تجارية ولا ضرائب قاهرة ولا معوقات في المذاهب الدينية ومسائل العقيدة. كل شخص يستطيع السفر والعيش حيثما أراد ولا يطلب منه جواز سفر. الشرطة لا تتدخل في شؤونه الخاصة ولا تعوق حركاته. الإخلاص والجدارة فقط هما مصدر الشرف هنا. تتم معاملة الأغنياء تماما كما يعامل الفقراء. العالم يحترم كما يحترم أبسط الميكانيكيين. لا يوجد عيب في احتراف أي مهنة شريف. ده كان تخيل العالم عن الولايات المتحدة في العقود والسنين الماضية. الولايات المتحدة وإن كان ظاهرها الحاجات اللي قال عليها الحاج ماكس في كتابه، إلا إن فيه جانب أو جوانب مظلمة وأكثر بشاعة هناك. الولايات المتحدة هي دولة لا ديانة ولا أعراف ولا ثقافة ولا عرقية، بس في نفس الوقت هي دولة محكومة بموجب القانون بس. والقانون ده زي ما انتم عارفين هو قانون وضعي غير مرتبط بأي دين وأي شريعة أو حتى أعراف وثقافات موجودة من قديم الزمن، وكل واحد بيمسك سلطة معينة هتلاقيه بيغير فيه بالشكل اللي يحب. وللأسف يعني القانون الوضعي ده بيكون اختياري ومتقلب حسب المزاج، وكلنا شفنا ترامب وهو شغال بيلغي في أي حاجة عملها الرئيس اللي قبله بايدن وماشي يتريق عليه في كل حتة. بص يا سيدي، علشان ألخص لك الموضوع خليني أقول لك أمريكا دي عبارة عن إيه في عجالة كده. الأول والمتعارف عليه إن الرحالة الإيطالي كريستوفر كولومبوس وصل في 12 أكتوبر سنة 1492 لجزر اسمها البهاما في منطقة الكاريبي. اكتشف أرض قارة أمريكا الشمالية، بس الراجل مات وكان مفكر أصلا إن دي جزر الهند، عشان يجي بعده المستكشف الإيطالي أميركو فيسبوتشي ويكتشف إن دي أرض جديدة مش الهند ولا حاجة. علشان كده عملوا حاجة مش متوقعة خالص، سموا المكان باسمه. ده طبعا بعيدا عن تقارير كتير قوي بتقول إن مسلمين الأندلس هم أول ناس اكتشفوا الأمريكتين، وإن كولومبوس نفسه استعان بخرائط المؤرخ علي بن الحسن المسعودي الهزلي في رحلته الاستكشافية اللي طلعها. ده
غير برضه سكان المكان الاصليين اللي كانوا موجودين نفسهم، يعني المكان ما كانش مهجور ولا حاجه. المهم بعدها الولايات المتحده الامريكيه كدوله اعلنت استقلالها سنه 1776 علشان تنفصل عن بريطانيا العظمى وتشكل نواه للدوله العالميه الجديده اللي بتجمع بقى كل الاطياف وكل الناس الحلوين من العالم. ومن هنا ظهر نهج الحلم الأمريكي. الولايات المتحدة الأمريكية وإن كنت شايفها البلد الذي لا يظلم فيه أحد، فخلينا نفكر مع بعض شوية في الموضوع ده. النهاية القانونية اللي حكمت بإنهاء الفصل والتمييز العنصري في أمريكا كانت سنة 1964 و 1965، واللي بالمناسبة لسه ما اتحققتش بالكامل لحد الآن. عندك بقى من سنة 31 أول مرة ظهر مصطلح الحلم الأمريكي لحد سنة 65 الدنيا كانت بايظة على الآخر، والذل والإهانة والعبودية اللي كانت انتهت من العالم كله كانت لسه موجودة في أمريكا وبشكل علني كمان، وكان بيتم معاملة الناس بأنماط مختلفة تماما على أساس الجنس والنوع والعرق وحتى البشرة، وما زال لحد الآن أثار المعاملة دي شغالة. وهنا لازم نقف لحظة ونفتكر إن من أكتر من 1450 سنة أعظم إنسان في البشرية كلها محمد صلى الله عليه وسلم بعث للناس برسالة بتلغي كل الفوارق دي وبتحط مبدأ واحد للتمييز بين الناس، وهو إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وده قبل ما يجي قانون إنهاء الفصل العنصري والحلم الأمريكي وغيره. المهم أمريكا بقى بلد الحريات ما زالت بتمارس أنماط مختلفة من تسليع المرأة والإتجار بالبشر، حتى ولو كان بشكل مختلف وشيك شوية عن زمان. أمريكا صاحبة التنوع الثقافي والحرية الكاملة للجميع متناقضة بشكل غير طبيعي. أنت أوروبي أبيض وأشقر أو من الجماعة اللي ما يتسموش، فأهلا وسهلا بيك، شرفت أرض الأحلام يا عم. أما لو كنت شخص أفريقي أو عربي أو آسيوي أو من أمريكا اللاتينية فأنت غير مرحب بيك، وأنت أصلا جاي عشان تخرب البلد. لو أنت شخص لا ديني أو ملحد أو حتى بتعبد السجاد بتاع بيتكم فأنت زي الفل، دي حريتك. أما لو أنت شخص مسلم فانت محطوط تحت النظر وانت متطرف وبتمارس عليك افظع التعديات. عادي تكون ماسوني او مزوخي او سادي او متحول او بسكليته وتحتفل بيوم الفخر، او حتى تكون كلبة بلدي وتعمل كل رذيلة نفسك فيها وتشجع الناس عليها كمان ومعاك كل الدعم. لكن انك تنتقد ده او تدعي الناس للفطرة السوية والطبيعة البشرية فانت انسان متخلف راديكالي ضد الحريات ومش بتتقبل الاختلاف. تكون احسن واحد لو بتدعم الكيان وهيتم حمايتك وتاخد كل حريتك، فانت لو هتدعم فلسطين فانت انسان متطرف ومعادي كمان للسامية ووحش جدا يا اخي، ومفيش في قلبك رحمة. الاعلام بيصرخ طول الوقت ازاي المسلمين بيوجهوا ابنائهم لنمط معين واسلوب وعقيدة معينة وده ضد حقوق الطفل، وهم هناك بيتاجروا بالاطفال وبيستغلوهم لشهوات شخصية زي ما شفنا في مذكرات إبستين. ليه لا ما يكونش الرئيس عندهم ليه سوابق فتح او بيستغل القاصرات او دراجة مثلا؟ لكن ما ينفعش المسلمين يكون رئيسهم راجل محافظ وعنده خلفية دينية. هم يعملوا أسلحة محرمة ويرموا قنابل نووية على البشر عادي، لكن أي حد تاني في العالم لو فكر بس يعمل سلاح ردع زيهم يحاربوه، زي ما شفنا طبعا في إيران. كل المخالفات والإباحيات والتناقضات متاحة، لكن إنك ترفضها وتقاومها لا، ده مش من حقك. حد هيقول لي طب ما الولايات المتحدة بتحتضن العلم والعلماء وفيها بيئة آمنة ليهم فعلا. دي حقيقة، بس خليك فاكر إنها أكبر دولة رأسمالية في العالم. يعني سهل هناك إنك تكون عالم أو صاحب فكرة أو اختراع وهتتقدر على فكرة وهيتم دعمك بكل الإمكانيات طالما علمك ده هيجيب منفعة وفلوس من أفكارك واختراعاتك. لكن خلص محاضراتك وأبحاثك واطلع بره دافع عن قضية أو ارفض فكرة غير سوية أو ادعو للإسلام مثلا، هتلاقي الرفض بيقابلك وممكن تتفصل من شغلك اللي انت بتعمله. من الآخر أرض الأحلام اللي شايفين إنها بلد الجميع هي مش بلد الجميع ولا حاجة، والمكان ما هو إلا بيئة بتوجه البشر المقيمين فيها لأسلوب وثقافة وهوية معينة عايزها مجموعة معينة من الناس، وانت ما تقدرش تغيرها أو حتى تخالفها. هي بلد متقدمة وبتدي فرصة كبيرة، لكن أنا بس جاي النهاردة أقولك إن هي مش البلد اللي بنحلم بيها ولا حاجة، وإن الحلم الأمريكي ده طلع أكذوبة وأي كلام، وإنك ممكن تلاقي فيها فرصتك لكن عمرك ما هتقدر تكون فيها إنسان سوي قادر تحافظ على فطرتك السليمة وتعبر عن كل آرائك وتنشئ مجتمع سليم. بس كده، دي كل القصة. سلام.